والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الليمون المخلل بكل تكاته وأسراره وحركاته. لونه جميل وطعمه الرائع وازاي تحافظ عليه طول ما هو في البرطمان يحافظ عليه. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. أول خطوة معايا في عمل الليمون، أنا جبت حلة على النار هنزل فيها، خلاص المية ابتدت تفور اهي. هنزل بالليمون، تكوني غسلاه غسلة كويسة قوي. نزلنا بالليمون 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، تكوني طافيه عليه ومش مغطياه، سايباه كده مكشوف. التانية من عمايل الليمون، انا هنا عملت الليمون وسبته يبرد. حطيته في البرطمان. انا طبعا غليناه 7 دقايق بس، مش بنكتر اكتر من كده. عندي ميه مغليه وسايباها تبرد. عندي هنا شطه هعملها في الكبه دلوقتي. طبعا اسرار الليمون بقى، اسرار الليمون يعني بجد يعني. عندي هنا الكركم، دي ماده حافظه وفي نفس الوقت بتديله لون رائع قوي. عندي هنا العصفر، وعندي الورق اللوري، وعندي حبه البركه وحبهان. طبعا معانا الملح، وفي الاخر بحط له شويه من الزيت. هنشوف مع بعض. الاول هفرم الفلفل. فرمت الفلفل، هحط له حبه ميه صغيره من الميه اللي احنا غليناها وسيبناها تبرد. هحطها في برطمان الليمون، وهنزل عليها بالميه. هستنى شاملاها للاخر قوي. لما اشوف البرطمان عندي شويه ميه صغيرين اهم سايباهم للاخر. هنزل بقى بالمكونات بتاعتنا، اللون والطعم والريحه وطول العمر للزيتون. اول حاجه حطيتها الورق اللوري، هنزل بالورق اللوري كده واغطي بيه. بعد كده هنزل بالحبهان والعصفر. بعد كده هنزل بشويه الميه الصغيرين دول عشان المكونات دي تتفاعل معايا. نزلنا بالمكونات، كان في حبه من الشطه في الكبه برضو نزلتهم. طبعا انا مش هقلب لان انا هقفل البرطمان خالص وامسكه كده وارجه يمين وشمال. تمام. هنحط بقى شويه من الزيت. بعد كده هنزل بالملح حوالي، ده البرطمان ده واخد لتر ميه. اللي عندي بالملح طبعا البرطمان ده واخد لتر من الميه، فانزل عليه ب5 معالق من الملح. نظرت كده 5 معالق. ما ننساش معلقه السكر بتاعتنا. طبعا هتقولي ده مخلل هتحطي عليه سكر ازاي؟ هقولك انا ده السكر ده مش هيبان خالص، مش هي حاجه لا تذكر، بس بيحافظ على الحاجه وفي نفس الوقت مش بيبقى عندك حموضه ولا عندك اي حاجه، وبيتفاعل مع الملح. دايما حطيه في كل اكلاتك. انت لو لاحظتي هتلاقي في كل اكلاتي انا حاطه اللي احط له ربع معلقه سكر، اللي احط له نص معلقه سكر في كل الاكلات. فاحنا هنا حطينا معلقه مش كبيره قوي، بس حطيناها مش هتعمل اي حاجه، بس هتدي بقى ايه الليمون طعم حلو قوي. حطينا حوالي 5 معالق من الملح، وحطينا زيت على الوش. انا هنا هغطي على البرطمان، هقفل عليه كويس قوي. لو هو مش بيحبط معاكي او بيقفل كويس قوي حطي له كيس التخزين، افتحيها وافرديها وغطي بيها. لكن هو هنا قفل معايا كويس قوي. ما شاء الله الليمون شكله حلو قوي. لسه بقى لما تاكليه طعمه ولون ما شاء الله عليه. وقلبنا البرطمان علشان كل المكونات تدخل في بعضها زي ما احنا شايفين كده. جربيه وقولي رأيك فيه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك
والاشتراك في القناه. يا جماعه اللي بتعملوا لي تعليقات، انا ما بلاقيش اللايكات خالص، بلاقي ممكن عندي 50 تعليق او سوري، ممكن الاقي عندي 10 تعليقات مثلا واتنين لايك، 3 لايك، 4 لايك. فيا ريت يعني معلش سوري. اهم حاجه اللايك مع المشاهده كامله. جربيه مش هتندمي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.